نروح بقى في بيت الجرحي. مراد قاعد مصدوم من كلامها ومنظرها وهي بتعيط وبتحكي، وحس انه عاوز يقتل علي. وزين غضبه زاد من ناحية علي ومن ناحية صاحبه اللي ظلمها وضربها، وهو أكتر حاجة بيكرهها إن راجل يمد إيده على بنت. ليليان دخلت عليهم. ليليان قالت: هو أنا ممكن أفهم فيه إيه؟ ومحدش يكدب لو سمحتوا. وأنت إزاي قاعد كده ومراتك نازلة من هنا منهارة بالشكل ده؟ زين قال: اهدي يا ليلي. ليليان قالت: اهدى إيه يا زين؟ أنا عايز أفهم فيه إيه؟ عملتوا فيها إيه خلاها تقولي الكلام ده؟ زين بتوتر قال: هي قالت إيه؟ ليليان قالت إنها ما بقتش عايزة تشوفنا تاني ونبعد عنها. ليه يا زين؟ طب جوزها وزعلها، انت مالك وانا مالي؟ انا عايزه افهم لو سمحت. ومراد ازاي قاعد كده وسايبها؟ زين قرب منها ومسك ايديها وبسهم. اهدي يا ليلي، مفيش حاجه، بس دي مشكله بسيطه بينها وبين مراد، وهي عندت مراد في وقت ما ينفعش تعاند فيه، وهو اتعصب وغلط وعمل حاجه عيب انه يعملها، وانا غلطت الاتنين. وساره نرفوزه ومشيت معيطه، بس دي كل الحكايه. مراد قال: انا ماشي. زين قال: اهو شفتي مراد مش هيقدر يبعد عنها وهيجري وراها اهو. مراد قال: بس انا مش هجري ورا حد يا زين ولا هصالحها، عن اذنكم. مراد مشي وزين شتمه في سره، وليليان مصدومه من بجاحته. معقوله مزعل مراته وقاعد هادي كده وكمان مش هيصالحها؟ ليليان قالت: ايه ده؟ في ايه بجد؟ في حد يعمل مراته كده؟ هو انت بتكذب عليا في حاجه؟ زين اخدها في حضنه: انا ما بكدبش، بس صدقيني الاتنين غلطوا وهما بيحبوا بعض قوي، بس يا حبيبتي ده كل اللي حصل. ليليان قالت: طب وبعدين هنسيبهم كده؟ تعالى نروح على بيتهم ونحاول نهدي سارة. زين قال: لا، ما سارة عند مامتها. أكيد يعني مش الزعلانة مش هتروح عند أمها. بص يا حبيبي، مش انت عايزة تصرحيهم؟ ليليان قالت: آه طبعا. زين قال: خلاص يا قلبي، اسمعي كلامي ونفذي كل حاجة أقولك عليها وإحنا هنصالحهم، ماشي؟ ودلوقتي بقى ممكن تسيبيني أمشي أروح لمراد؟ لازم أقعد وأتكلم معاه. ليليان قالت: ماشي، بس برضو انت ما قلتليش سبب المشكلة. زين قال: هي هتبقى تحكيلك، بلاش انا احكي علشان هي حاجة ما تخصناش. ليليان قالت: اوكي، ما تتأخرش عليا. زين قرب منها وبسها وحضنها جامد. ربنا يخليكي ليا يا ليلي وما تحرمش من وجودك في حياتي، بحبك. ليليان قالت: ويخليك ليا يا زين. هو انت ممكن تعملني كده زي مراد وتسيبني امشي وانا زعلانة وما تجريش ورايا؟ زين قال: انا استحالة تحصل. انت هنا، قلبي مكانك، البيت ده مكانك، انا ما تخيلش ثانية في حياتي من غيرك. انت عشقي، انت عشق الزين. مراد حب بس ما وصلش للعشق، ولما يوصل عمره ما هيتصرف كده ابدا. ليليان سكتت وبصت له، حست قد ايه هو غريب. بيبقى شخص جامد وصارم مع الناس كلها، الا معاها هي بيكون واحد تاني. نبرة صوته وطريقته في كلامه ونظراته وحتى ضحكته، بس هي دايما بتشوف الحب والعشق في عينيه، وبتبقى طمعانة أكتر في كلامه وحضنه اللي بتتخنق لما يبعد عنها. زين قال: مالك يا حبيبي ساكتة ليه؟ ليليان قالت: ساكتة علشان مفيش كلام أقوله أكتر من اللي أنت قلته. أنا أوقات ما بعرفش أرد كلامك بكلام، أنت كلامك حلو قوي يا زين لدرجة إنه بيخليني أسكت. زين قال: اسكتي براحتك وما ترديش كلامي عليكي بكلام، بالعكس أنا عاوزك تردي فعل لما تسمعي كلامي، وقتها شوفي نفسك تعملي إيه واعمليه. ليليان فهمت. ليليان فهمت هو عاوز يوصلها لإيه، وقربت منه وحضنته، ودي كانت أول مرة هي تعملها. على طول هو اللي بيبدأ، وكمان اتجرأت وبسته. ليليان قالت: أنا لو كنت ما بحبكش أو كنت بحبك شوية صغننين، أنا دلوقتي بحبك كتير كتير قوي. اوعى تبعد عني، خليك دايما قريب، وحنيتك دي عمرها ما تروح أبدا. خليك كده بس، الحنية دي لوحدي وبس. زين اتبسط قوي إنها اعترفت بحبها حتى وإن كانت فاقدة الذاكرة، بس كان نفسه يسمعها منها الكلمة دي وهي مش فاقدة الذاكرة. الكلمة دي بالذات ليها طعم تاني، بس لازم يتحكم في أفعاله لغاية ما ترجع ذاكرتها، وقتها هتبقى ملكه ومراته فعلا، مش بس على الورق. لازم ما يتسرعش، لازم يحس بطعم كل حاجة، بس وهي ليليان، مش ليليان اللي فاقدة الذاكرة. زين اتنهد وأخد نفس طويل وقال: لا، أنا لازم أمشي، بعد كلامك الحلو ده هقعد ومش هنطلع ولا نشوف حد ونسيب الاتنين الهبل دول يبعدوا عن بعض. ليليان قالت: لا ما يرضنيش، روح يلا وراه ومش هاكل، هستناك. زين قال: ماشي. نروح بقى عند سارة. سارة روحت بيتهم، ووقتها مامتها كانت في شغلها. فضلت تعيط وتفتكر كلام مراد وإنه كسر قلبها وتجرأ وضربها ونظراته اللي كسرتها، وقعدت تعيط وتندب في قلبها اللي حبه، قلبها اللي حبه واحد ما يستاهلش. طلعت جواب رضوى وفضلت تقرا فيه مرة ورا مرة،
وافتكرت لما دخلت عليها ولقتها ميتة، وافتكرت أحداث اليوم المشؤوم كله. سارة قالت: ليه يا رضوى؟ ليه عملتي كده؟ ليه حبيتيه؟ ليه سلمتي نفسك؟ ليه بعدتي عني؟ ليه متي؟ ليه سبتيني لوحدي؟ ليه؟ لو ما كنتش عملتي كده كنت زماني ما بعدتش عن اسكندرية ولا جيت هنا ولا قابلت مراد ولا حبيته ولا كسر قلبي ولا كنت بسببه هبعد عن ليليان اللي بتفكرني بيكي، نفس طيبتك وضحكتك وبراءتك. أنا قلبي وجعني قوي قوي. لازم أبعد عن كل حاجة، أبعد عن ذكرى موتك اللي بيطاردني في كل حتة، وأبعد عن ليليان اللي اقتنعت إن ربنا بعتها ليا علشان تعوضني بيكي، وأبعد عنه، أبعد عن مراد. يا رب ساعدني. نروح بقى عند زين ومراد. زين راح لمراد بيته وما كانش موجود، فضل يدور عليه كتير. طلع تليفونه واتصل على شخص. زين قال: الو يا ابني، انا عايز اعرف مراد بيه سهران فين وبسرعه. الشخص قال: ثواني يا باشا ونبعت لك العنوان حالا. زين قفل معاه واتنهد من غباء صاحبه. زين في سره قال: غبي وهو يضيع كل حاجه من ايده. بعد ثواني جاله مسج بالمكان اللي مراد سهران فيه. نروح بقى في البار. كوكو قالت: والله زمان يا مراد باشا، وحشتنا والله. مراد قال: والله وحشتك، على كده الشعب كله بيوحشك لما بيغيبوا. كوكو ضحكت جامد وقالت: الله يحزك يا مراد بيه، انت عسل قوي، والله وحشتني من اليوم النحس اللي انقذتي في البت اياها. مراد قال: يوه ليه السيرة دي بس، ما كنا كويسين. كوكو ضحكت وقالت: على رأيك، خلينا نفرفش شوية. مراد قال: ايوه فرفشيني، اصلا انا اعصابي تلفانه قوي. كوكو قالت: لا ازاي ودي تيجي؟ مراد باشا هنا واعصابه تعباه. يا لهوي، هو اللي انا شايفاه ده بجد ولا كدب؟ مراد قال: شايفه ايه؟ كوكو قالت: يا لهوي، ده بيقرب مننا، زين الجرحي هنا بشحمه ولحمه. مراد قال: زين هنا؟ زين قال: ايوه هنا يا باشا. مراد قال: ايه اللي جابك؟ زين قال: جاي اخدك نتكلم شويه مع بعض. مراد قال: مفيش كلام يا زين، انسى نعمل اللي في دماغك. زين قال: يلا يا مراد وما تبقاش تعمله. كوكو قالت: في ايه يا باشا، هو انت لحقت تيجي علشان تمشي ولا ايه؟ زين قال: بس يا زباله، اوعي توجهي كلام ليا ولا تتكلمي معايا اصلا. كوكو حطت ايديها على صدره، ودي اكتر حاجه غلط عملتها. ليه بس يا زين باشا؟ زين كسر ايديها وما خلاهاش تكمل كلامها. كوكو قالت: انت كسرت ايدي، يا لهوي. زين قال: قلتلك بس يا زباله، ما سمعتيش كلامي واتجرأتي ومديتي ايدك عليا، وانا مفيش واحده تلمسني، وده عقابك. مراد قعد يضحك وقال: يخرب بيتك يا زين، عنيف انت قوي. يا جدع كسرت ايد البت علشان حاططها على صدرك، امال بقى لو هتعمل ايه يا جدع؟ زين قال: بطل كلامك الشمال ده وتعالى علشان ما كسرش راسك انت كمان. نروح بقى في امريكا. توحيدة قالت: يا ابني انت واخدنا على فين؟ احنا ما لحقناش نريح حتى. عبد الرحمن قال: الصبر يا حاج، بس لازم نعمل المشوار ده اول حاجه، لان اعصابي خلاص ما بقتش قادره استحمل. ايمان قالت: طب يا عبد الرحمن ايه لازمته الفستان ده؟ ما كنت البس اي حاجه، وبعدين ده شكله غالي قوي. عبد الرحمن قال: مفيش حاجه تغلى عليك يا روح قلبي، يلا اهو وصلنا. قبل ما نكمل، انا ضحى عفيفي وحسابي في التيك توك ضحى عفيفي دوت 24. نكمل. عبد الرحمن وصلهم مكان على البحر، وفي ترابيزات وكراسي متزوقين بالابيض، وفرقه بتعزف، وورد احمر وابيض في كل مكان. ايمان قالت: الله، ايه المكان التحفه ده يا بودي؟ عبد الرحمن قال: عجبكم؟ توحيدة قالت: حلو قوي يا ابني، منظره جميل ويريح القلب. عبد الرحمن راح وقف قدام ايمان. حبيبتي، انت طول عمرك نفسك تعملي فرحك على البحر ويكون مكشوف، صح؟ ويكون فيه ورد احمر وابيض، وانا بقى ما قدرتش اتجوزك من غير ما احقق لك كل اللي نفسك فيه، ومن غير فرح وفستان جميل زي اللي انت لابساه دلوقتي، ومن غير ما اشوف فرحة عينيكي. انت مش اقل من اي بنت، انت حبيبتي، ولازم نبدأ حياتنا صح. ايمان عيطت وحضنته. ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك يا بودي يا حبيبي، دي احسن حاجة حصلت لي. انت على طول فاكرني وشايل همي وعايز تفرحني، وانا ما بقدرش اعمل لك حاجة خالص وافرحك. عبد الرحمن بس ايديها الاتنين وقال: انا عايزك تتمني وانا انفذ، ومش عايز تعملي حاجة، بالعكس عايزك تحبيني وبس. واكتر فرحة حصلت لي انك بقيتي مراتي بعد تعب السنين دي كلها. توحيدة قربت منهم وقالت: انا كنت هندم لو رفضت جوازكم، ربنا يخليكم لبعض يا حبايبي. وبعدين يلا بقى تعالوا نفرح ونتبسط بالمكان الحلو ده. عبد الرحمن بس ايد توحيدة. ربنا يخليك يا ست الكل، انت هنا بقيتي امي التانية، ما نتحرمش من وجودك في حياتنا ابدا. نروح بقى في قصر الباشا. نورة نايمة في حضن علي. نورة قالت: هو انت ما بتخافش تجيبني قدام ابوك؟ علي قال: عادي، بجيب كتير ما تقلقيش، مش اول واحدة يعني. نورة قالت:
انت غريب قوي وبجح قوي وما بيهمكش حد. طب اتكسف مني. علي قال: انا ما اتكسفتش من ابويا، هتكسف منك. نور قالت: لا بس انت غريب، من وقت ما طلعت من عند مراد باشا وانت قالب. علي قال: امم شفت اكتر واحده بكرهها في حياتي. ومع مين؟ مع مراد الالفي. نور قالت: قصدك على البت اللي جت الصبح المراد به؟ دي اعوذ بالله من لسانها. علي قال: هي شرسه شويه. قال: لا قوليلي، هما بيحبوا بعض؟ نور قالت: لا مش عارفه، بس مراد بيه مش بيطيقها، دي اللي ضرب عليها نار، ده بيبقى عايز يخنقها. علي قال: امال نظراته ليها غير كده ليه؟ المهم انا ظبطتها على الاخر. مش انتي كنتي خايفه من اخر مره مراد كلم فيها سهيله؟ نور قالت: اه، انا كنت مرعوبه يناديني ويكلمني. انت عملت ايه؟ علي قال: لبستها في البت اللي كانت معاها وهو صدق، وزمانهم بيولعوا فيها هو وزيد. نور قالت: ازاي؟ احكيلي. علي قال: مفيش، حسيت انهم بيتخانقوا، ووقتها افتكرت وانتي بتحكي على الخناقه اللي كانت في الشركه، وفهمت ان هي دي. رميت كلمتين وانا ماشي، بس ولعوا الدنيا. نور قالت: ايوه بقى، المهم اكون في السليم. علي قال: لا ما تخافيش، انتي في السليم. نروح بقى في شقه مراد. زين قال: ممكن افهم فيه ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ السؤال انت اللي تساله لنفسك مش ليا. عايز ايه مني انا وساره؟ ليه بتجمعنا مع بعض؟ ليه قلت لمراتك اننا متجوزين، مع انك ممكن كنت تقول مخطوبين، صحاب، اي حاجه يعني، غير اننا متجوزين؟ زين انا مش عبيط وفاهم كل حاجه، بس استعبطت وسكت ورضيت العب اللعبه دي، بس خلاص زهقت منها ومش عايزه اكمل. زين قال: مش بمزاجك يا مراد، بس خليني اصحح لك شويه حاجات. انت مش استعبطت وكملت اللعبه، لا، اللعبه عجبتك وجت على هواك، وكنت هتكمل لولا اللي حصل من علي. انا ما كنتش بجمعكوا، انت اللي كنت ما بتصدق وتشوفها. اوعى تكون فاكر ان انا عبيط ومش فاهم نظراتك ليها، او مش فاهم انت بتعمل ايه. لا انا فاهم كويس، بس واجبي ان انا اشجعك واقربك منها، ما دام انت خايف تقرب وبتلعب من بعيد لبعيد. مراد قال: لا يا زين، اوعى يكون اللي في دماغك. انا عمري ما هقرب منها ولا احبها، انا عمري ما حبيت الا كاميليا وبس، وهعيش على ذكرياتنا مع بعض. زين قال: فعلا، انت عمرك ما حبيت الا كاميليا، بدليل كل ليله مع واحده ونايم في حضن واحده. مراد: اللي بيحب حتى لو حبيبه غاب عنه العمر كله، عمره ما يروح لحاجه تانية. مراد بعصبيه قال: قصدك ايه يا زين، ان انا خايل لكاميليا؟ طب يا اخي ما دام انا كده، انت عايز مني ايه؟ بلاش الصحوبيه دي، وخليك في مراتك ونفسك ومالكش دعوه بيا. زين ببرود قال: مش بمزاجك، انت صاحبي واخويا، وانا ما اقدرش اسيبك. عارف، رغم ان انا وانت قد بعض في السن، بس يا اخي سبحان الله، بحسك ابني مش صاحبي، وواجبي ان احمي ابني من الغلط. مراد: انا كنت سايبك تسهر وتسكر وعايش حياتك، وكل يوم مع واحده شكل، بس كنت بصبر نفسي واقول معلش، هو ما حبش غير كاميليا، هو اتعود عليها وحب عشرتها معاه. كنت بسكت وبقول في يوم هتيجي اللي هتنسي مراد الالفي كل الحاجات دي، وهي جت ساره، ومن يوم ما عرفتها انت ما صرتش ولا سكرت ولا عرفت واحده. طب اقول لك، مش هي المفروض زعلت ومشيت، وانت عملت ايه؟ رحت البار. بس اقسم لك بالله انك ما كنتش هتروح مع الزباله دي، ما كنتش هتقدر. عارف ليه؟ علشان انت شايفها قدامك في كل حته، وكل حاجه بتفكرك بيها. مراد ضحك وقال: زين انت واثق قوي اني خلاص حبيتها؟ دي تتحب دي؟ زين قام ووقف، ووقف مراد قدامه وقال: تعالى في حضني. مراد قال: نعم. زين قال: بقول لك تعالى في حضني. مراد قال: ايه يا عم ده، بطل استعباط. زين قال: بطل انت دماغك اللي بتحدف شمال، وتعالى في حضن، وتعالى في حضن اخوك. مراد اتنهد وفعلا حضنه. انا تعبان قوي يا زين، تعبان، بحاول ابعد عنها وقلبي مش مطوعني، معرفش ليه ظهرت في حياتي، بحاول ابعدها عني بكل الطرق، بس برجع واحن ليها، معرفش هي فيها ايه، بس بحبها. انا عمري ما شكيت فيها، حتى يوم المستشفى كنت قاصد علشان تبعد، والنهارده كمان ما استحملتش نظرات عالية عليها. انا كنت فاهم كويس انها بتكرهه، سهل قوي اقرا اي حد واقرا حركاته، وهي كانت بتكرهه وبتتمنى تقتله كمان، وهو كان متوتر وعايز يبين انه واثق في نفسه، وبيحاول يوقعني فيها، بس برضه الغضب ماليني وضربتها قدامك، وارتحت لما قالت انها هتبعد عني، بس زعلت قوي يا زين لما قالت انها بتكرهني وانها شبهتني بعلي. زين بهدوء قال: يا مراد، يعني انت تضربها وعايزها تقولك بحبك؟ انت غريب قوي، وبعدين اللي عملته كله غلط من الاول، عايز تبعدها ابعدها، بس ما تشكش في اخلاقها ولا فيها بالطريقه دي. مراد بعد عنه وقال: طب ما انت شكيت. زين قال: لا، انا عمري ما شكيت فيها. انت عارف ليه؟ علشان اثبت لك اني فاهمك وفاهم تفكيرك، وعلشان لقيتها جدعه لما وقفت مع ليليان في الكليه، وكانت هتتفصل بسبب ليليان وهي ما تعرفهاش الا من يومين بس. شفت بقى يا سيدي جدعانه اكتر من كده؟ طب انت عارف، هي حاولت تبين انها مش طيبه زي ليليان، بس الحقيقه هي طيبه زيها، زي ليليان بالظبط.
وطيبتهم دي هتوديهم في داهية علشان طيبة بهبل. يا عم دي ليليان عزمتها تيجي تشوف الشركة، شفت هبل أكتر من كده؟ طب أنت عارف أنا كنت مانع ليليان تعرف حد، كنت عايزها لوحدي، بس أدركت إن أنا غلط وإني أناني. ولما شفت جدعنتها مع ليليان وافقت إنها تبقى صاحبتها. ولما شفتها وهي منهارة لما ليليان وقعت عرفت إنها بتحب ليليان فعلا. أنت شفتها كانت عاملة إزاي؟ ووقتها استغربت البت دي بتعيط بطريقة كأن حد مات لها أو حد سابها ومشي. بس النهارده فهمت إن ده كله بسبب بنت عمها. مراد قال طب ريح نفسك وريحني وبطل تتكلم عليها، أنا بحاول أنساها أصلا. زين قال وتنساها ليه؟ ما تصلح اللي أنت عملته. مراد قال زين أصلح إيه؟ أنا هببتها. سارة مش هترضى تكلمني تاني وبصراحة ليها حق. زين قال حاول. مراد قال لا مش هحاول. زين سيبها تعيش بعيد عني وخليني بعيد أنا كمان، يمكن أقدر أنساها وهي تعيش حياتها. زين أنا مش هستحمل اللحظة إن أنا أحبها وأتجوزها وتروح مني. كاميليا وماتت واتدمرت وما كنتش بحبها قد الحب اللي بحبه لسارة دلوقتي. سارة مش هقدر أتعلق أكتر وتبعد. سيبني كده، أنا مبسوط يا أخي، أنا راضي أعيش على حبها يا عم. زين قال وإيه اللي يبعدك عنها يا مراد؟ كاميليا وماتت بسبب شغلك وأديك سبت شغلك، سارة هتبعد عنك ليه؟ مراد قال لا أنا هرجع شغلي من تاني، الجهاز كلمني ومحتاجني ولازم أرجع. زين قال طب كويس، دي حاجة صح إنك ترجع للحاجة اللي كنت بتحبها. مراد قال عارف، بس سارة لازم تبعد، أنا شغلي كله خطر ومش هستحمل حد يمسها بسببي. زين من نرفزة قال والله يا ابني سارة مش هتبعد عنك إلا بسبب غبائك ده يا شيخ. مراد انت عامل زي الغريق اللي ربنا مديله كل حاجة علشان يوصل للبر وعاوز يغرق، عاجبه الغرق، والغريق ده هو انت. الغرق دي حياتك دلوقتي، والحاجات اللي هتوصلك لبر الأمان هي سارة. أنا ماشي، واعمل في حسابك أنا مش هكدب على ليليان وازعلها مني علشان خاطركم انتوا الاتنين، وهتفضلوا متجوزين قدامها. سلام. نروح بقى في الشرقية. عاصم قال ها جبتني نتكلم في البيت ليه؟ ما نتكلم في المكتب أحسن. يوسف قال عم شاكر مصحصح معانا اليومين دول قوي ولازم ناخد حذرنا منه كويس. عاصم قال طيب وعاوزني ليه؟ يوسف قال أنا كلفت حد حلو قوي في مواضيع المراقبة دي وهيراقب زين الجرحي. هو كان الأول خايف لأن الموضوع مش سهل، بس أنا ظبطته في الفلوس وقلت له أول ما يشوف معاه حد يصوره وهيبدأ من بكرة. عاصم قال تمام قوي، أنا حاسس إن الراجل ده مخبي حاجة، وشاكر أنا هعرف ألمه كويس قوي علشان هو زاد قوي عن حده.